السلام عليكم. مازال تقريبا 48 ساعة على بداية مباراة النادي الإفريقي أو الترجي الرياضي التونسي أمام النادي الإفريقي لحساب الجولة الثالثة من مرحلة التتويج. ما تسمع الفترة الحالية كان باش نربحوكم، ما تسمع الفترة الحالية كان صعيب شوية، ما تسمع الفترة الحالية كان اربحني وتكلم. نحكيو على جماهير النادي الإفريقي، جماهير الترجي الرياضي التونسي، هو حتى الناخبين المؤقتين المساعدين البوسعايدي والوحيشي أعلنوا على قائمة المنتخب التونسي، ومازال التراند إلى حد الآن مباراة الترجي الرياضي التونسي النادي الإفريقي، بدليل 25 ألف تذكرة يا أبو قلب تحطوا اليوم في رمشة العين تبيعوا. يعني كان تحكي على 30، تحكي 40، تحكي 50، تحكي 60 ألف تذكرة من جمهور الترجي الرياضي ولا النادي الإفريقي. اليوم لو كان جمهور النادي الإفريقي كان هو المنظم للمقابلة، نفس الشيء باش يصير مع جماهيره. وهذا الكل على القرار اللي اخذته وزارة الداخلية انه المقابلة اتأخرت من ماضي ساعة ونص للتسعة ونص. تصور انت اليوم المقابلة جات ماضي ساعة ونص واليوم الدنيا سخونة، والايامات القادمة باش تزيد تسخن اكثر. قديش باش يجي؟ 10,000، 12,000، 15 دزوا في رواحهم دزان. توا ولينا نحكيو على 25,000 واكيد باش يكونوا موجودين من 30 و35. ما ثماش كلام، راهو باش يكونوا موجودين. نعاود نقولها على قيمة الرهان مهما كان مستوى الفريقين ومهما كانت وضعية الفريقين. طعم خاص المباراة النادي الافريقي ضد الترجي الرياضي التونسي. شخصيا يا خويا هاني بديت اللبلب، شخصيا عندي زوز اصحابي مكشخين كل يوم نقعدوا مع بعضنا، اعطيت كلمتي وربي تستر من ملاعبية النادي الافريقي. قلت انه صعيب برشا الترجي الرياضي باش ينتصر على النادي الافريقي، صعيب اكثر انه النادي الافريقي ينتصر على الترجي الرياضي. شخصيا نرى انه المقابله ماشيه اكثر للتعادل. يندرى التعادل يخدم الترجي الرياضي، يخدم النادي الافريقي، هذه حاجه اخرى. تكهناتي للمقابله الضغط مش يكون من جانب الترجي الرياضي. النادي الافريقي باش يلعب على الهجمات المعاكسه، باش يلعب على الكونتر اتاك، باش يلعب على بسام الصرافي على اليمين، باش يلعب على الطيب المزياني على اليسار، ولا ممكن يدخل اسمه لاعب نتاع اللي كان في الترجي الرياضي التونسي وانتقل الموسم الحالي للنادي الافريقي، ممكن من جزئيه ايدو يحط لك الكره في الشبكه. في المقابل الترجي الرياضي التونسي كالعاده نتصوروا باش يضغط. الترجي الرياضي التونسي باش يلعب على الاتاك رابيد، باش يلعب على الاتاك بلاسي ينساس، نتصوروا باش يعملهم الكل في المقابله في ظل تواجد الجماهير الغفيره من الترجي الرياضي، واللي باش تدز مع فريقه واللي باش تفبري من بدايه المقابله لل 90 دقيقه. نعرفوهم لاعب بليد، نعرفوه يعمل النموسه نتاعو، عادي يعمل لك بتي بون، عادي يقعد ملاعب من جانب النادي الافريقي على كذا. لذا باش يهيئ هذا الكل جمهور الترجي الرياضي التونسي وباش يخلق ضغط على النادي الافريقي. منذر الكبير معليه كان يتعامل مع الوضعيه هذه. راهو مهما كان الترجي الرياضي التونسي اقوى في المقابله هذه، منذر الكبير والملاعبيه يلزمهم يعملوا راهو ثم وقت، يعرفوا راهو ثم وقت معين في المقابله، ما نعرفش 10 دقائق 15 5 دقائق 20 دقيقه مانيش عارف بالضبط، لكن ثم وقت معين من المقابله النادي الافريقي باش يكون ضاغط على الترجي الرياضي التونسي. الوقت اللي باش يكون ضاغط فيه يلزم يستغلوا من دقيقته الاولى لدقيقته الاخر. 5 10 15 20 دقيقة أكيد الفرص راهي ماهيش باش تجي كل بطاطا من جانب المهاجمي النادي الإفريقي. لذا إيدو إصرار في طيب المزياني، الملاعبية اللي باش يكونوا رشاد العرفاوي، الملاعبية اللي باش يكونوا متواجدين في وسط الميدان. راهو الفرصة باش تكون بحسابها. اما انك تجيك فرصه وتضيعها وتستنى في الثانيه، لا يبقى شويه خويا، يبقى بوكو. ممكن ضد فريق اخر ممكن، اما ضد الترجي الرياضي، وخاصه نحكيو على الترجي الرياضي الحالي، خاصه انه نحكيو على افضل فريق. تحب ولا تكره، راهو تحب ولا تكره، عين الشمس عمرك ما تنجم تغطيها بالغربال. افضل فريق حاليا في البطوله التونسيه هو الترجي الرياضي التونسي. لذا وقت اللي باش تجيك فرصه ولا اثنين راهو يعتبر انجاز للمهاجمين نتاعك.
الانجاز باش يكون كامل يلزمك تعرف كيفاش تحط الكره في الشبكه، وخاصه انه المهاجم ايدو قاعد يمر فتره زاهيه من جانب الترجي الرياضي التونسي. كيف رودريغو رودريغيز يا خويا قاعد يمر فتره ايجابيه، واكيد باش يتعب برشا دفاع النادي الافريقي. اكثر ملاعبي خايف منه من جانب الترجي الرياضي هو ينساس، لانه احنا مازلنا نعرفوا راه ماناش بطوله انجليزيه ولا اسبانيه، مازلنا عندنا الجو اللي كي يعمل الفانت بتاعه يهيج الجمهور ويشيخ الجمهور عك اللي فانت هذوكم، هذا اللي يشيخ عليه ينساس. ولو كان باش يعمل فانت وتمشي معاه والجمهور باش يزيد يهيج، لا غادي وين خلات. لذا فيما يخص دفاع او وسط ميدان النادي الافريقي، مانيش عارف شكون باش يلعب في وسط الميدان، يلزم ملاصقه اليانساس، لانه يانساس هو اللي باش يكون القلب النابض. هو راهو حسام تقا راهو زاد كيف عنده هذومك اللي يفسخ، هذا تحسه قصير شويه ويفسخ الاول والثاني والثالث واكسيليراسيون ورابيد ويرجع وباس وكذا ويخزر منه ويعطي من غادي. هذا الكل راهو يخلق جو خاص في دربي العاصمة. النادي الافريقي لازم يعرف كيفاش يتعامل مع نقاط قوة الترجي الرياضي التونسي. كيف تجي تشوف امان الله مميش 26 مقابلة 20 كلينشيت، راهي حاجة مش عادية خوي. بينما النادي الافريقي عنده حارس مرمى اسمه معز حسن ما يطمنش بالرسمي. ما تنجمش تقارن شخصية امان الله مميش 20 سنة بشخصية معز حسن 28 ولا 29 سنة ومتكون في أوروبا. نجمش تحبوا لا تكره، شيء بعيد برشا على بعضه. شفنا ترجي رياضي وقت اللي يكون يمر فترة سيئة في كل مقابلة، نحكي على مع المدرب الجديد ولا كاردوزو البرتغالي، مهما كان ترجي رياضي ما نجمش يعدي لك 90 دقيقة في كل مقابلة بارفكت. أكيد ثم بعض من الأوقات باش يكون يدافع، باش يكون يمر بجانب الحدث. شكون يلقى أمان الله مميش. شفنا أمان الله مميش ضد الملعب التونسي، أمان الله مميش في مقابلات رابطة الأبطال ضد النجم الرياضي الساحلي. كيف يعني ديما يلقاها الترجي الرياضي التونسي وقت اللي يستحقوا. النادي الإفريقي تحب ولا تكره وقت اللي يستحق حارس، ولا نحي لك راهو ساعة على ساعة، اما ساعة على ساعة اسمها. وقت اللي نادي الافريقي يكون منتصر 2-3 جيم بارات تك ينحاها كذا نمشي معاك. اما وقت اللي يستحقوا بالرسمي يكون متعادل صفر وتجي كوره يلزموا ينحاها، مش مستحيله يلزموا ينحاها، تتعدى خويا ويتسجل هدف وينهزم النادي الافريقي. وبعد تقول لي النادي الافريقي عنده حارس مرمى، الى حد الان مانيش نشوف في حارس مرمى في النادي الافريقي وفي قيمه النادي الافريقي. نعاود نقولها شخصيا نتصور المقابله ماشيه اكثر للتعادل. على الورق الترجي الرياضي التونسي أقرب، على الورق الترجي الرياضي التونسي أفضل، على الورق الترجي الرياضي التونسي نسبة انتصاره على النادي الافريقي أكبر برشا زاد. لكن تقعد كرة قدم المقابلات الدربي ما تنجمش تتكهن بنتيجة المقابلة. لكن نعاود نقولها نتصور النادي الافريقي باش يلعب الدفاع، باش يلعب على الكونتر اتاك، الترجي الرياضي التونسي باش يكون ضاغط، لكن النادي الافريقي باش يصمد. والمقابلة ممكن تمشي اكثر للتعادل بعد كل واحد وكيفاش يراها. ثم اللي يراها نقطة التعادل بالنسبة لجمهور النادي الافريقي ايجابية، ثم اللي يقول لك لا يا خويا انا نحب ننتصر اقل قليل باش نحافظ على المرتبة الثانية. من جانب الترجي الرياضي التونسي كيف ممكن ثم اللي راها نقطة التعادل السلبية، يقول لك أنا نمر فترة إيجابية خليني نحسم على بكري البطولة ونركز أكثر مع رابطة الأبطال الإفريقية. لأنه الترجي الرياضي التونسي لو ينتصر نجم نقولوا راهو رسميا بطولة باب السويق. صحيح توا بنسبة كبيرة بطولة باب السويقة، لكن خويا رسميا من الآخر لو ينتصر على النادي الإفريقي بطولة باب السويقة. وبعدها الترجي الرياضي ما عادش يعنيه يا خوي، يولي يدور ليفكتيف نتاعو، عنده مقابله صعيبه في رابطه الابطال، يلعب الملاعبيه ذوكم عادي جدا يغير 7 و8 ملاعبيه في البطوله التونسيه حتى باش يكون يواجه النجم الساحلي، النادي الافريقي في مباراه العوده، النادي الصفاقسي، مهما كانت الانديه اللي باش يواجهها. يقول لك يا خويا الليفكتيف اللي عندي حتى الاحتياطي افضل من برشا انديه متواجده معاه في البلاي اوف. المهم ان شاء الله الدربي تكون فيه الفرجه، هذا اهم شيء. في ختام الحلقه كالعاده البياري متبقى كمش يقول لكم حظ موفق للمنتخب التونسي، حظ موفق للاعبين الدوليين في الدوريات الاوروبيه وفي الدوري التونسي. تحيا تونس، تعيش تونس، كلنا تونس، وسلام.